عارف كتير عن مغامراته وسفلته مع البنات. أرجوكي ما تبقيش مجرد بنت من البنات اللي هو هيسفل معاهم، عشان عمرك ما هترجعي زي ما كنتي أبدا بعد علاقتك بحازم. من بعيد حازم كان بيراقبنا وبيبص لصديقي ده بقرف. لما وصل للعربية سألني مين الشاب ده، وكان بيقولك ايه، وازاي كان يتجرأ ويبصلي بالطريقة دي. حكت له على كل حاجة، كل الكلام اللي جاري قالهولي عنه. فحازم مشي غضبان ومشي بالعربية بسرعة، وكان متضايق جدا وما نطقش ولا كلمة طول الطريق. قعدت أسأله وانا حاسة بتأنيب ضمير، قلت له ايه اللي مضايقك؟ فراح قام فجأة موقف العربية ورسم على وشه كده ملامح زعل، وقال لي ازاي تسمحي للشاب انه يتكلم عليا بالطريقة دي؟ انت ما تعرفينيش خالص. وقبل ما جاوب راح قايل لي المفروض تردي غيبتي عشان انت الجيرل فريند بتاعتي. اتصدمت، انا جيرل فريند؟ امتى ده حصل وازاي؟ قال لي انت عبيطة، امال احنا بنخرج مع بعض كل يوم ليه؟ ما استوعبتش. انا فجأة لقيتني متورطة في علاقة عاطفية حتى من غير ما ياخد رأيي ويسألني. وطبيعي جدا ما قدرتش اقول له يعني ان معنى علاقتنا ايه عشان ما اطول